ده معارضة موجودة بقوة لرئيس الجمهورية. أما في الخارج عن المرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية أمام الرئيس الحالي، بنتكلم عن الفريق أحمد شفيق، لأنه النهاردة كان بيتحدث من خارج المشهد عما يخص داخله. كان بيتكلم في كلمة تلفزيونية معمولة بالفيديو كونفرنس، يعني عن بعد من خارج مصر إلى مؤتمر لعدد من القوى السياسية المختلفة اللي اجتمعت معاه، وكان في نوع من المناقشة لأوضاع الداخل. كنت أتمنى أن أشرع في ممارسة دوري الطبيعي كمعارضة، وهذا ما جعلني لا أعترض على نتائج الانتخابات. ومع ذلك لا أنكر أنني قد أعاقتني بعض التصرفات التي أراها عفوا صبيانية. أنا لم أكن شريكا في الحزب الوطني اللي بيعتبروه المرجع اللي بيحسب على أساسه النظام القديم من عدمه، بينما التفاهم كان كامل ما بين الإخوان المسلمين والحزب الوطني بالصوت والصورة والتفاهمات وكل شيء لدي وبين يدي. وأؤكد لحضراتكم جميعا أن المظاهرات دي وصور التعبير عن الرأي وصور الرفض الغير مدمر، الرفض الواضح الغير مدمر دي، كما لو كنت بتضع رأيك في صندوق، وهذا الصندوق عندما يمتلئ بيبقى لابد النظام يتغير ساعتها. ما لم يغير من طبيعته لابد يتغير.